السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة كده اول حاجة نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، ويا ريت تزيدوا النبي صلاة. والنهاردة كده ان شاء الله انا جبت كتاكيت وقلت نشوف استقبالهم مع بعضينا ازاي. الكتاكيت دي الصراحة انا جايباها امبارح الصبح الصراحة، بس انا ما صورتهمش لاني ما كنتش فاضيه، وكنت حاطاهم في كرتونه. وبصوا تعالوا نبص بقى. بصوا انا ما جبتش كتير، انا جايبه صراحه بتاع 20 واحد. الكتاكيت اسعارها بقت نار. الكتكوت سعره 25 جنيه، والعلف تقريبا ب 23 24 جنيه، وتجيبي معاهم علاج بتقريبا 25 جنيه. ده اول مره. اسعار بقت نار، يعوض عليها ربنا. تعالوا بقى نفرق بين الكتكوت. اعرفكم حاجه. بصوا الكتاكيت دي، ده كتكوت اسمه كاب. على فكره انواع كتاكيت كتيره قوي، ده كتكوت اسمه كاب. اللي اسمه كاب ده لما بيكبر بيبقى الصدر اللي قدام كبير. وفي كتكوت تاني اسمه هبرد ده بيبقى الفرخه بيبقى ظهرها تخين شويه. وفي نوع تاني اسمه الروس ده بيستحمل شويه في الجو وفي الشتاء وفي الحاجات اللي زي كده. وفي انواع كتير، مش عارفه نوع اسمه ليفيان او حاجه زي كده. احنا مع بعضينا كده هصور لكم الفراخ يوم بيوم، وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. على فكره شكلهم عامل كده لان انا كنت حاطاهم في كرتونه، والكرتونه صراحه يعني زي ما انتم عارفين بيغرقوا ميه وبيشربوا ميه. ما كنتش حاطه لهم ميه في العلبه بتاعتهم دي، فكنت حطاهم في الكرتونه، فعشان كده تحسوا ان هو الميه يعني. بصوا عاملاهم ازاي. طيب هنفرق ازاي بقى الكتكوت هبرد ده او الكاب. الكاب بيبقى فيه نقطه سودة زي كده. النقطه السوداء بتبقى في اي مكان في جسم الكتكوت زي كده. بصوا ده اسمه كتكوت كاب. كده اليوم الرابع. يعني صورت بعد ما جبتهم بيومين، وصورت لكم بعديها بيومين كمان تاني اهو. بوريكم الفراخ والكتاكيت، يعني الله اكبر عليها حلوه ازاي. وعلى فكره اهم حاجه النظافه تحتيهم. انا بصوا انا ولا حاطه نشاره ولا حاطه اي حاجه. انا بغير لهم القماش اللي تحتهم ده تقريبا مرتين 3 في اليوم. والكتاكيت كويسه الله اكبر عليها. اهم حاجه النظافه، واهم حاجه انك تتغيري لهم. بصوا اللهم صل على النبي. بصوا الله اكبر، الكتكوت حلو الله اكبر. واهم حاجه انك تحطي لهم الاكل باستمرار وتهتمي بيهم. بصوا تابع معاكم الفراخ يوم بيوم، وبوريكم فرق يوم بيوم من الاكل وكده. الله اكبر، اللهم صل على النبي. صلوا كده على النبي معايا. كده الفراخ يكون اليوم الثامن بالنسبه لهم. وزنهم كويس جدا جدا، بس والله هم فعلا تعبوني. كل يوم بضطر ان انا اغير تحتيهم. ولازم على فكره لما تجيب الفراخ تحطي حاجه تحتيهم عشان يحركوا رجليهم ويقلبوا فيها كده. ممكن نشاره خشب، ممكن التبن اللي هو النشاره بتاعت القمح لما بتدرس، او ممكن نشاره خشب. والمفروض ان احنا الفراخ على فكرة كلنا بنتعلم من بعض، وانا كل يوم الواحد بيتعلم حاجة جديدة. المفروض ان الكتاكيت من اليوم العاشر بالظبط بتبدأي تشيلي عنهم الاكل. مثلا كل يوم النهاردة ربع ساعة شيلي الاكل من قدامهم. تاني يوم يبقى نص ساعة، تالت يوم يبقى ساعة الا ربع، رابع يوم يبقى ساعة، لحد ما تكملي ساعتين. بعد كده كل يوم بتتعودي انك انت تشيلي الاكل من قدام الكتاكيت دي ساعتين في اليوم، عشان خاطر لما ترجعي تحطي الكتكوت ياكل بكمية حلوة ويكبر معاكي ويديكي وزن حلو. ويا ريت ما نغيرش العلف من نفسنا. المفروض بتجيبي علف بتجيبيه من حد معين، وبتخلي العلف كل يوم نفس العلف، ما تغيريش. وبالطريقه دي هتطلع معاكي الكتاكيت حلوه قوي قوي، وربنا يا رب يكرمنا فيهم. وبكده يا ريت اكون فدتكم ولو بحاجه بسيطه. وكده انا صورت فيديو على 3 مرات اهو. المره الجايه ان شاء الله هصور فيديو جديد برضه هوريكم وزنهم بيكبروا ازاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.